السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ سعد. فكره جديده ديال اليوم. واش عمرك فكرتي ان غير بجوج سلايف ديال الدقيق تقدري تبداي مشروع في رمضان بلا راس المال كبير غير من دارك؟ اليوم ان شاء الله غادي نوريكم بالارقام كيفاش درت 22 قالب كيش بكميه صغيره، والنتيجه غادي تفاجئك. الا كنتي اختي اول مره كتزوريني في القناه ما تنسينيش من الاشتراك تفعيل زر الجرس باش توصلي بكل جديد. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي هنا جوج زلايف ديال الدقيق الابيض الفورص، عندي 4 المعالق ديال الزيت النباتيه، كل زلافه كندير ليها 2 معالق ديال الزيت، عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، يعني كل زلافه ديال الطحين كندير ليها معلق ديال الزبده. نتوما تقدروا تضاعفوا الكميه، انا درت معكم هنا غير فكره غير باش تاخذوا فكره. عندي شويه ديال الملحه، عندي شويه ديال البزار اولا بغيتوا ديروا حتى شويه ديال الزعتر تنسموا به. عندي خماره من فئه 8 غرام. صافي تنحربل ديك الزبده مع الطحين حتى كيتلبس الطحين بداك الزبده والزيت. هاد الفكره راه ناجحه 100%. تقدري غير من دارك تخلي واحد المدخول يوميا، واخا ماشي كتير، مهم كتعاوني راسك. من بعد ما تلبس ليا الطحين بالزبده والزيت كيف كتشوفوا، كنبدا نجمعهم بالماء بارد، الماء من الروبيني. العجينه خاصها تكون قاصحه، ما كنعلكها ما والو، كتجينا العجينه بحال الا مورقه. كيف كتشوفوا كنجمعها غير بصباعي، ما كتعلكوها ما والو، ماشي اللي علكتوها ما غاديش تصدق معكم. واخا تبان لكم العجينه محربله وداك الطحين باين فيها ماشي مشكل، هذاك هو السر باش كيصدقوا وكيجيو مقرمشين وكيجيو بحال العجين المورق. صافي كنبقى نجمعها هكا هنا ندخل معكم في التفاصيل ديال البيع. عندي مثلا الى تباعوا 10 ب15 درهم، 22 يقدروا يجيبوا حوالي 33 درهم، يعني دايرين درهم ونص الوحده. تخيلي الا درتي جوج دفعات اولا 3 في النهار، المبلغ يقدر يتحول لمدخول محترم في رمضان. رمضان معروف بالطلب الكبير على المملحات، الناس كتبغي تشري داكشي جاهز، الاغلبيه كيشريو داكشي جاهز. تقدري تبيعي من الدار ديالك اولا تديهم لعند اقرب حانوت ليك. مهم 10 كيتباعوا ب15 درهم. نحسب معاك مثلا الطحين درنا فيهم نديرو تقريبا 400 غرام ديال الطحين، نديرو حنا واحد نص كيلو ديال الطحين بجوج دراهم ونص. الملحه راه كتكون ضروريه عندك في الدار. عاوتاني الزبده 2 معالق نديرو ليهم واحد 2 دراهم اولا درهم ونص. هنا درنا الطحين قلنا 2 دراهم ونص، والزبده نديرو ليها درهم ونص، هي 4 دراهم. الزيت راه كيكون متوفر نديرو ليه حتى هو 1 درهم، 5 دراهم. والخماره 10 ريال، 110 نديرو حنا 120 ريال. نديرو حتى مثلا يطلعوا حتى ب10 دراهم. راه يعني عندك واحد الرباح ديال 20 درهم، كتبقى لك رباح غير من 500 غرام ديال الطحين. راه زعما مزيانه. من بعد ما عجنت العجينه ديالي كتشوفوا راه العجينه كتكون قاصحه، ضروري تبقى قاصحه، ما كنعلكها ما والو. كنحتفظ بها في واحد البلاستيكه وكنخليها ترتاح
جوج سوايع 3. المهم تقدري تعجنيها في الصباح ديريها في الثلاجه وتخليها ترتاح حتى العشيه كاع وتخدمي بها وتشكليها. اولا انا هنا خليتها غير جوج سوايع، ما خليتهاش ارتاحت بزاف، جوج سوايع ولا شي ساعه ونص. من بعد جبدتها قطعتها على جوج، كتشوفوا راه كتجينا بحال كتجينا مورقه بحال العجين المورق. نطلقها بالدلاك، كنرش شويه ديال الطحين وكنطلقها. العجينه ما تكونش غليظه بزاف، تكون رقيقه شويه. صافي من بعد خديت واحد السيركل يكون كبر من القوالب اللي غادا تديري فيهم العجينه. هاد الطريقه هذه راه كتسهل علينا وما كتخليش في نفس الوقت ما كتخليش لينا الشياطه ديال العجينه بزاف. كنطبعهم بداك الدائره وكنهزهم نحطهم في هاد سميتو في القالب ديالهم، وانا كنسرحها وكنضغط على الجوانب يطلعوا باش تطلع لي العجينه الفوق. كيف كتشوفوا راه موضح كل شيء في الفيديو. الفران خاصو يكون سخون قبل، درجه حراره عاليه ونشعل عليه من الفوق ومن التحت. الا عندكم الفران ديال الضوء ديروا 200 درجه الحراره، 200 ولا 250، ويكون سخون من قبل، العافيه الفوق والتحت. الا عندكم الفرن الغازي كنشعل عليهم الفوق، كنحطهم الفوق حتى حتى كيشدوا راسهم مزيان. كنهبطهم لتحت غير شويه يتحمروا واحد شويه، غير يصفاروا، راه كيكون باقي تابعهم العماره. وغادي نعاودو ندخلوهم الفرن غير كيصفاروا صافي، وكنحيدوهم. ما كنخليهمش يتحرقوا، ما كنخليهمش عفوا يحمروا. هنا من بعد ما صايبتها كنثقبها ضروري بالفرشيط. ما كنحتاجو نديروها، ما كنحتاجوش نعمروهم لا بالحماص ولا بلا حتى حاجه. ما كيطلعوش من الوسط، ما كيتنفخوش، ما كنحتاجوش زعما نثقلوا عليهم ضروري. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل الكميه كامله ديال العجينه ديالي. كندخلهم للفرن كيف قلت لكم، كيف شرحت لكم، غير كيشدوا راسهم شويه صافي وكنخرجهم. انا غير عطيتكم فكره، اللي بغات تصايبهم للدار ديالها تصايبهم، اللي بغات تصايب مشروع مربح في رمضان كيكون طلب كتير على المملحات. هنا هذه كنوريكم العجينه اللي شاطت، ما كنعلكها ما والو، غير كنجمعها بيديا صافي وكندخل الطاوه ديالي للفران. رمضان ماشي غير شهر ديال المصاريف، بالعكس يقدر يكون حتى شهر انطلاقه جديده ليك. غير فكره بسيطه تقدري تبداي خطوه صغيره تغير الدخل ديالك من الدار وبلا راس المال كتير. ما تنساوش دعموني بلايك، وكتبوا لي في التعليقات واش تبغيو افكار مشاريع مربحه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت. كنوريكم هنا من بعد ما خرجوا لي من الفران كيف كتشوفوا كيجيونا زوينين، كيجيو مقرمشين. نتمنى الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنسونيش من جيم كومونتير زوين بحالكم للتشجيع. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع فكره جديده ووصفه جديده.